السلام عليكم. هنعمل مع بعض بقى احلى واطعم صينيه مسوي الليل، صينيه الدلع والمزاج كله، طعمها احلى كمان من اللي بناكلها في المحلات. كبده كلاوي صدق وقلب وكفته كمان، كل ده موجود معانا في صينيه النهارده بطعم اول مره هتدوقيه وتجربيه. هتعملي منه كمان احلى سندوتشات بالطحينه التحفه دي، ورشه بقى من الليمون والكزبره او البقدونس، طعمه تحفه. معايا هنا انا مجهزه نص كيلو من كل حاجه، من الكلاوي والقلب على بعض نص كيلو، ونص كيلو من الكبده، ونص كيلو من اللحمه المفرومه، ونص كيلو من الصدوق. ممكن كمان مش هنستخدم الكميات كلها. هنبتدي نحضر الكفته مع بعض. معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه، عليه بصلتين، قرن فلفل اخضر وبقدونس ومصفيهم من الميه بتاعتهم، معلقه كبيره من بهارات الكفته، حطيت معلقه صغيره من الفلفل الاسود والثوم البودره والبيكنج باودر، رشه كده من الجنزبيل وجوز الطيب والحبهان المطحون وقلبتهم كويس، وبعدين حطيت معلقه كبيره من البقسماط المطحون ومعلقه كبيره من السمنه البلدي. علمت الكفته كويس جدا، ودي اهم حاجه معايا في الكفته، انك لازم تعجنيها سواء بايدك او في الكبه لحد ما تطلع خيوط كده او انسجه في ايدك. جبت ميه البصل ضفت لها حبه من الزيت ورشه كده من البابريكا المدخنه، وهبتدي اكور الكفته كور صغيره زي ما انت شايفه بالايد كده، خليط ميه البصل بالزيت والبابريكا، واكور الكفته بتاعتي كور صغيره زي ما انت شايفه. الكفته دي بتبقى طعمه جدا في كل حاجه. اعملي منها كفته مشويه، اعملي منها بقى صلصه داود باشا، اشويها على الجريل سندوتشات بتبقى تحفه. جبت بقى نص كيلو كبده، اهم حاجه تشيل القشره بتاعتها زي ما شفتي عشان ما تبقاش مجلده، بقطعها شرايح طوليه، وبعد كده ببتدي اقطعها صفيري كده شرايح رفيعه خالص زي الكبده الاسكندراني كده. بس كده قطعتها كلها نفس التقطيعه ونفس السمك. جبت بقى الكبد والقلوب، معايا القلب برضه قطعه بقى تقطيع يمكن كمان اصغر ورق من الكبده عشان يستوي معايا، بيبقى كله زي واحد بس مقطع صغير ورفيع. قطع الكبد والقلوب والكلاوي نفس التقطيعه، معايا الكلاوي هي نفس الكلام قطعها خفيف. معايا كمان قطعه كده من اللي وقطعه من الكلاوي وما عنديش ليا بتبقى حلوه برضه، قطعتهم صغير جدا اللي هي بقى الصينيه دي حته ثانيه خالص، خلي طعمها حلو جدا. كل حاجه كده جاهزه معايا، ومعايا الكفته. هبتدي بقى احضر التتبيله اللي هستخدمها. معايا في الكبه قرن فلفل اخضر، معلقه كبيره حلوه كده محترمه من الثوم المفروم او معلقه ونص، عصير ليمونه كبيره. البهارات اللي معايا معلقه صغيره من الملح والسبع بهارات، نص معلقه صغيره من الكمون والكزبره والشطه، فلفل اسود، معلقه كبيره من الخل، وبس كده ضربتهم بقى في الكبه. وتعالي نجيب صينيه على النار واسعه كبيره، سخنتها كويس جدا، نزلت بحبه من الزيت ونزلي بالليل لحد ما تسيح وتنزل الريحه الحلوه بتاعتها. بعد كده حمرت الصدوق وشلت الصدوق ونزلت اول حاجه بالكلاوي وسبتها كده 3 دقائق، وبعد كده نزلت بالقلوب وبرده هشوحها كده زي ما انت شايفه. واول ما تتشوح وتبقى معايا تغير لونها اغطي عليهم 5 دقائق بالظبط، وهوسع كده على جنب، وهنزل بالكفته احمر الكفته بتاعتي ومش هاي ناحيتها خالص لحد ما تاخد لون من تحت. بعد كده هتقدري تقلبيها زي ما انت عايزه، ما تقلقيش خالص مش هتتفك. اول ما هتغير لونها خلاص هبتدي عايزه اقلبها زي ما انت شايفه كده. هنا مقطعه بقى بصلايه كبيره، مقطعاها جوليان رفيع زي ما انت شايفه. هشوح البصل كويس بقى وقلبي، ما تقلقيش خالص من الكفته عمرها ما هتفك. غطيت عليها وسبت البصل يدبل معايا 5 دقائق. كل حاجه هنزل بيها هصبر عليها واديها حقها في التشويح وهغطي واسيبها 5 دقائق. وسعت بقى ونزلت بالكبده، هسيبها مش هاي ناحيتها ولا هقلبها. حطيت معلقه كبيره كده من التتبيله اللي احنا عملناها اللي هي تتبيله الثوم، وقلبت وشوحت الكبده كويس جدا وغطيتها 5 دقائق. بعد كده نزلت بالصدوق اللي كنت شلته في الاول، وابتديت قطعته بالمقص زي ما انت شايفه، قطعي على 2 على 3 الحجم اللي انت عايزاه. بعد كده ضفت الفلفل الالوان وشوحت كله كويس. هضيف بقى في الاخر خالص باقي التتبيله، بس سبت معلقه صغيره هقول لك ليه سايباها في الكبه، ومعلقه كده من هريسه الشطه. الريحه بقى في الاخر، معلقه التتبيله اللي في الاخر دي مع معلقه هريسه الشطه هتقلب لك الدنيا حرفيا. غطيت عليها وسبتها 5 دقائق كامل سوا على ما اعمل احلى طحينه معايا. زي ما قلت لك كنت سايبه في الكبه معلقه صغيره من التتبيله، ضفت لها معلقتين من الطحينه، معلقتين كبار من الزبادي، عصير ليمونه كبيره ومعلقه من الخل، نص معلقه كده من الكمون والكزبره والشطه، وظبطت الملح ضربتهم في الكبه بقوا معايا بالقوام الحلو دوت. هزينهم كده بحبه من زيت الزيتون ورشه من البابريكا او الشطه زي ما تحبي. وهنا خلاص النية كده استوت ولمت عليا الدنيا، مش قادره اقول لك الريحه كانت عامله ازاي. طلعت كل الولاد من اماكنهم. انت بقى الحركه دي بقى مش اساسيه بس بجد بالنسبه لي ضروريه. هعصر عصره الاول، هغمس كده في العيش، هغمس العيش كله في الكبده، وبعد كده هعصر عليه عصره ليمونه ورشه كده من البقدونس. وهنا جهزت العيش بتاعي. العيش ده بيبقى طعمه خطير، شارب كل بقى الطعم الرائع دوت. انا مش قادره اقول لك طعم ايه، هو طعم كبده على كلاوي على صدق على كفته، كل اللي بتتمنيه. ده احلى سندوتش واحلى صينيه بجد بجد. جربيها جربيها بطريقتي، جربيها مش هتندمي، مش هتاخد منك وقت خالص. بجد بجد ولادك هيعشقوها. هتعمليها سندوتشات، هتاكليها بعيش، اعمليها جنبها رز اصفر، كليها زي ما تحبيها. بس هي حلاوتها في سندوتشات كده، سواء عيش بلدي سواء عيش فينو، حطي عليها بقى الطحينه التحفه دي. لو طالعه مصيف كمان ممكن تعمليها، تبقى من الاكلات الحلوه السهله السريعه. عشاء بالليل واخر الليل اعمليها في وقت ما تحبيه. الولاد بجد هيعشقوها، لانك هتعملي لهم سندوتش فيه طعم كل حاجه بيحبوها، سواء صدق بالكفته الكبد الكلاوي.